دبابة بشرية غنية جابها الزمالك منين أنا مش عارف. أجوجو جالكم يلا خبوا عيالكم. وده كان هتاف الزمالك الشهير عام 2008 وبعد انضمام أجوجو رسميا لنادي الزمالك. جاء إعلان رئيس الزمالك في ذلك الوقت ممدوح عباس حينئذ إن التعاقد مع جونيور أجوجو مهاجم منتخب غانا ونادي نوتنجهام سيتي الإنجليزي بمثابة مفاجأة قوية جدا لجماهير مصر عموما ونادي الزمالك. نجح الزمالك في ضم أجوجو بعد دفع 7 مليون جنيه لصالح ناديه ليبرم عقدا مع اللاعب لمدة 3 سنين مقابل 350 ألف يورو في الموسم الواحد. ما ظهرش المهاجم الدولي الفاز أجوجو بالمستوى الفني المنتظر. أجوجو شارك في 16 ماتش سجل خلالهما 4 أهداف فقط وصنع 1. وتعرض أجوجو لانتقادات قوية جدا من جماهير الزمالك ووسائل الإعلام المختلفة وده بسبب تراجع مستواه. ومش بس كده، نال ممدوح عباس رئيس الزمالك برضه انتقادات شديدة جدا. اتهموه انه جاب الصفقة للزمالك بغرض الإعلامي فقط وده لأنه كان داخل على انتخابات فحب يظهر قصاد الملايين من جمهور الزمالك بصفقة تقيلة زي صفقة أجوجو. وفي النهاية أجوجو قضى مع الزمالك موسم واحد فقط وللنسيان.